تأهل المغرب ضد أمريكا في كأس العالم لأقل من 17 سنة. المنتخب المغربي أصبح المرشح الأقوى للفوز بكأس العالم. المنتخب المغربي عمر 17 و16 خير منه. شوف التخطيط في ظرف 3 سنين وعامين، شوف هما وين وصلوا، واحنا في الحضيض، سامحوني في الكلمه، معناها حتى كاس افريقيا ما ترشحناش. الشيء اللي خلانا ما نترشحوش حتى لكاس افريقيا، معناها هذوما مراكز تكوينيه للشبان في الحوم. الشاب يعود يمشي للقهوه ويمشي لامور اخرى خارجه عن الموضوع، يمشي المركز تكويني، يلقى النادي، يلقى التأطير. دونك 1000 في المملكه. نباركوا لاشقائنا المغاربه والكل، واللي هي حاجه مهمه جدا انك بعد خدمه تاع 10 سنين تربح منتخبات كبيره برشا. راهو مش سهل معناها. اليوم في ظرف عامين احنا ما نترشحوش حتى كاس افريقيا، مش حتى كاس العالم، ما ترشحناش حتى كاس افريقيا. هما يلعبوا كاس العالم، باش تفهم هنا الفرق وتفهم هنا التنظيم والتخطيط، لانه صارت برشا حاجات في المنتخب هذا. كان فيه مدرب. نقول لهم بون بور كومونسي مبروك على الفريق الوطني تاع المغرب. نحيو اللاعبين، ستاف، لا فيدراسيون، الناس كاع اللي شاركت في هاد لا كاليفيكاسيون هاديه. والفرحه راهي اليوم وهاد الايامات كاع الشعب المغربي، والحمد لله اليوم من اليوم وروح القدام ان شاء الله. elle doit toujours participer la coupe du monde.